انت ميت وانت مش عارف على فكره. هو انت مفكر ان انت كده مرتاح؟ اللي انت فيه ده مش راحه على فكره، ده اسمه سكون. والخط بقى ما بين السكون والموت رفيع قوي. انت صاحي كل يوم بنفس الطريقه، بنفس التفاصيل، بنفس المزاج، وبتروح نفس الشغل وبترجع لنفس السرير، تتكلم مع نفس الناس وتضحك نفس الضحك، وفي الاخر تقول اصل انا مش سعيد. سعيد ايه بس؟ على فكره الحقيقه ان انت مش بتعيش، انت بتتكرر. واسوأ حاجه ممكن تحصل لاي بني ادم انه يقتنع ان الحياه اللي بيعيشها كفايه. بس المشكله بقى مش في الظروف، المشكله انك جوه الكومفورت زون اللي انت معتقد انها الامان، بس هي في الحقيقه السجن اللي بيدفن قدراتك في الحياه. العالم روبرت بريكس سنه 1908 شرح في نظريته ان الانسان لما بيكون مرتاح زياده اداؤه بيقل، ولما بيقلق شويه ويخرج من راحته بيبتدي يتطور. يعني اللي بيغير حياته مش الشاطر، اللي بيغير حياته اللي شال الراحه من دماغه وقرر يجرب. والسؤال بقى ليك انت، هو انت اخر مره جربت حاجه جديده كانت امتى؟ اخر مره مثلا قلقت بس كملت كانت امتى؟ ولا انت خلاص نسيت الحياه من كتر ما بقيت مريح دماغك ومفخد؟ طب انا عايزك تفتكر لحظه مثلا كنت خايف فيها بس خدت خطوه، يمكن وقعت بس اتعلمت. هو ده بقى الفرق بين اللي بيعيش واللي بيتكرر. طب والخلاصه؟ الخلاصه بقى يا صاحبي ان الخروج من الكومفورت زون ده مش رفاهيه، ده واجب على كل حد حابب يعيش بجد. حاول تجرب وتتغير واقلق، بس اهم حاجه اتحرك. ده في مثل حتى بيقول في الحركه بركه. انا مخلص جويش، وهي دي بقى الخلاصه.